حوالي مليون شخص اشتروا حاجات بالقسط في شهر 5 اللي فات بس. لو انت بتشتري حاجات بالتقسيط من فاليو او سهوله او حالا او اي ابلكيشن من ابلكيشنز التقسيط، فالكام معلومه دول ممكن يهموك. عدد الناس اللي استفادت من خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر في شهر 5 اللي فات بس كانوا تقريبا 898 الف شخص، وخدوا تمويل ب 7.3 مليار جنيه، وده اكتر من ضعف عدد الناس في نفس الشهر السنه اللي فاتت اللي كانوا تقريبا 320 الف عميل وخدوا تمويل ب 4.3 مليار جنيه، وده بزياده 177%. والتمويل الاستهلاكي هنا المقصود بيه اي حد بياخد تمويل عشان يشتري سلعه او خدمه بهدف انه يقسطها لمده ما تقلش عن 6 شهور، اذا كان بقى عن طريق ابلكيشنز التقسيط المعروفه او فيزا المشتريات بتاعه البنوك. وفي الفتره من شهر 1 لشهر 5 2025 كلها على بعض عدد العملاء اللي خدوا تمويل كان تقريبا 3.8 مليون عميل، وده بتمويل عدى 29 مليار جنيه، وده في مقابل 1.4 مليون عميل بقيمه تمويل 20 مليار جنيه في نفس الفتره بس سنه 2024. وكل ده حسب تقرير الهيئه العامه للرقابه الماليه. طبعا اوبشن التقسيط ده حلو جدا لو انت في حاجه عايز تشتريها بس مش عارف تشتريها حالا، تقدر برضو تشتريها وتقسطها على مهلك، بس في نفس الوقت خلي بالك عشان ما تتزنقش اخر الشهر.